شوف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في فقه الحضارة الإسلامية، هذا كتاب جميل للدكتور محمد عمارة. شوف عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوفد نجران المسيحيين، وأقرأ بالنص: لنجران وحاشيتها وسائر من ينتحل دين النصرانية في أقطار الأرض جوار الله وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أموالهم. على أموال مين؟ على أموال النصارى. على أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، أن أحمي جانبهم صلى الله عليه وسلم وأذب عنهم وعن كنائسهم. عهد نبوي للنصارى أن يذب عن كنائسهم وبيعهم وبيوت صلواتهم ومواضع الرهبان ومواضع السياح، وأن أحرس دينهم وملتهم أينما كانوا بما أحفظ به نفسي وخاصتي وأهل الإسلام من ملتي، لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء. لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهم، حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم. هذا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لنصارى الأرض.